اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. النهارده بقى سنه اولى طبخ، برضو هنعمل ملوخيه وفراخ ورز. دول اول اكله اي حد بيتعلم الاكل بيعملها. الملوخيه في ناس كتير ما بتعرفش تظبطها، بس دي من ضمن الاكلات المصريه اللي هي لازم كل المصريين بيتعلموها. اول حاجه لو عروسه يعني وبتبقى حابه تعمل الملوخيه والرز والفراخ، فاول حاجه كده بنجيب الحله بتاعتنا ونحط فيها ميه وبصله وورق لورا وحبهان، وبنسلق الفراخ بتاعتنا. دي اول حاجه كده المفروض تتعمل. بعد ما هنسلق الفراخ بتاعتنا بنشيل طبعا لو عروسه بتغلي شويه، لو في ريم بتشيله. ومجرد ما الشوربه خلاص تبقى كويسه، تحط الملح والفلفل الاسود و... وتطلع الفراخ. مجرد ما تستوي خلاص بتطلعها من الشوربه. وبعدين هنشوفه دلوقتي هنعمل ايه بعد ما هنسلق الفراخ. بصوا هي الفراخ بتتسلق ونضيفه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. انا كنت عامله لها محلول نقع. هنا خلاص دخلت في السوا. هحط بقى الملح والفلفل الاسود، وبعدين هنطلعها عشان نشوف هنعمل ايه بالشوربه. انا النهارده كمان هعمل شوربه لسان عصفور. برضو دي من ضمن الحاجات اللي العرايس لسه في الاول بتعملها، حاجات بسيطه كده. بس زي ما قلت لكم احنا في ناس كتيره عندنا مش بتعرف، في حاجات مش بتعرف تعملها. فدي ممكن تكون حاجات بسيطه للناس، بس في ناس تانية لسه عايزه تتعلمها. فاول حاجه كده بحط معلقه سمنه كده حلوه، وبعدين بنزل بلسان العصفور. لازم نحمره كويس عشان لو ما تحمرش كويس بيعجن. فهنبتدي بقى دلوقتي نحمره لحد لما يبقى اللون بتاعه اللي هو الجولد ده كده الذهبي، ما يبقاش ولا محروق ولا ابيض، فبنخليه كده لونه جولد كده. لسان العصفور دي بتبقى وجبة اساسية عندنا في مصر، جنب اي اكل، جنب في الشتاء، جنب ان حد تعبان لازم لسان العصفور دي عندنا اساسية يعني. فهنحمر بقى لسان العصفور كده، واول ما بتاخد لون انا بنزل بالشوربه. الشوربه بتاعتي سخنه طبعا. بنزل بالشوربه وبطفي عليها وبغطيها. بصوا ده كده لونها حلو قوي. هبتدي بقى انزل بالشوربه، وما تسيبوهاش بقى تغلي بعد ما تحطوها، لا. الشوربه بتاعتكم كانت بتغلي وحمرتوا المكرونه، انزلوا بالشوربه وبعدين طفوا عليها وغطوها وسيبوها شوية، وعند الاكل يبقوا ولعوا عليها تاني. دي احلى طريقة للسان العصفور. عشان لسان العصفور لو انتوا دلوقتي سويتوه سوا كامل، عقبال ما تيجوا تاكلوا هتلاقوا الشوربة دي كلها لسان العصفور شربتها وبقت معجنة كده كأنها يعني ما بتبقاش فيها شوربة. فالافضل ان انتوا زي ما انا هعمل دلوقتي، بعد ما خلاص حطينا الشوربة بتاعتنا كده حلو على قد لسان العصفور، هنطفي عليها ونغطيها بغطا. هتحسوا ان هي خلاص دخلت في السوا، المكرونه ما بقتش ما تلحقش يعني. فهنسيبها بقى كده، هتحسوا ان هي دخلت في السوا. دلوقتي بقى نعمل الملوخيه بتاعتنا. انا النهارده عامله كميه بسيطه كده، انا عامله طبق بس واحد، عامله يعني معنى صح الاكله كلها النهارده عشان تعليميه، عشان يعني اعلم حد، مش عامله اللي انا عامله كميه، لا. بجيب كده الحله بتاعتي، بحط فيها حته سمنه وفص ثوم ونص مكعب مرق، وبعدين ببشر كده حته من الطماطمايه. واول ما الاقي كل ده اتعمل غلى خلاص، بروح نازله بالشوربه بتاعي. واول ما بتغلي بحط بقى الملوخيه بتاعتي. انا كان عندي كيس ملوخيه مجفف، لو انتوا عندكم ملوخيه خضراء عادي اعملوها. وبعدين هنا حطيت كزبره وثوم ومعلقه سمنه غلت. وبصوا منظر الملوخيه حلو جدا وسمكها كان حلو قوي. ودي وحمرنا الفراخ، والرز الابيض طبعا عملناه كذا مره. فدي كانت حاجه كده بسيطه لان حد كان طالب مني الطريقه، فحبيت اللي انا اقولها له. اتمنى يكون الفيديو بسيط وسهل وسريع على قلوبكم.